مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هعمل معاكم جاتو شاتو بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات موجودة عندك في البيت. بقى دلوقتي يا جماعة سعر الجاتو غالي جدا وبقى غالي، فخليكي تعمليه لولادك في البيت وتبسطيهم بطريقة سهلة وبسيطة. معانا كوباية لبن، 4 بيضات، كوباية ونص سكر، 4 معالق كاكاو منخولين، كوباية ونص دقيق، 3/4 كوباية زيت، وفانيليا وبيكنج باودر. هنا معانا بنفس المج ده كده بنعاير كل المكونات. هبتدي احط السكر في الخلاط مع 4 معالق كاكاو. هنحط كده مع بعض السكر واللبن وهنبتدي نضربهم مع بعض. ده هيبقى الخليط بتاعنا، هناخد منه جزء هنزين بيه الجاتو شاتو بتاعنا، والجزء التاني هنكمل بيه بقية المكونات. هنحط بقى كوباية الا ربع زيت. كل المكونات يا جماعة بنفس المج ده. هنعاير 3/4 كوباية زيت، واسيب لكم المكونات في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى اللايك والشير وتدعموني بالاشتراك في القناة. وبشكر من كل قلب كل المتابعين اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة وبيفرحوني. انا يا جماعة ما بردش على المتابعين السلبيين اللي بيكتبوا كومنتات مش كويسة. ما بحبش ارد على حد، لكن برد على المتابعين اللي بيكتبوا لي كومنتات كويسة. اي حد بيسألني في حاجة، سواء بقى في شقق الاسكان او في وصفة او جهاز جبته او حاجة، انا ما بتأخرش عن حد جدا، واول ما بشوف الكومنتات برد عليها. هنبتدي بقى يا جماعة نضرب المكونات اللي انا قلت عليها في الخلاط. حطينا 4 معالق كاكاو، و3/4 كوباية زيت، وكوباية لبن. دول اول حاجة هنضربهم مع بعض كده في الخلاط لحد ما المكون بتاعنا يندمج كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وان شاء الله انتظروا مني فيديو جديد، خبر مفرح للاعلان ال14 ان شاء الله. هقول لكم مواعيد التسليم وايه الحاجات اللي انت تقوليها للمستعلم، علشان اهم حاجة وانتوا لما يجي لكم المستعلم وكده، هو ده اللي بيظبط لكم الدنيا وبيظبط لكم كل حاجة. فاحنا اهم حاجة ان احنا نراضيه برضو ونديله فلوس كويسة وكده، عشان اهم حاجة المستعلم ده هو اللي بيخلص لك كل حاجة. لو قال كلمتين حلوين في حقك وظبط لك الورق والدنيا، خلاص انسي انك انت تترفضي في الشقة بتاعتك. وان شاء الله يا رب الف مبروك لكل الحاجزين في الاعلان ال14. اخر قسط كان عندهم في شهر 1، وان شاء الله ينتظروا المستعلم خلال ايام، او في كمان ناس ابتدت المستعلمين تروح لهم مكانهم، سواء بقى في الشغل او في البيت. وان شاء الله هعمل لكم فيديو ازاي تتعاملي مع المستعلم، وايه الحاجات اللي انت مطلوب تعمليها، وايه الحاجات اللي انت تقوليها، وايه الحاجات اللي ما تقوليهاش. وهنا كده كنا ضربنا الكيكة، وجبت الخلاط تاني علشان ابتدي ان انا ادمجها تاني مع بعض، علشان السكر بتاعنا والحاجات اللي احنا حطيناها تبتدي كده تندمج مع بعضيها. فانا ابتديت ان انا اضربهم تاني. في الوقت ده بقى كنت بولع على الفرن بتاعنا يكون على درجة حرارة 180، نكون مسخنينه. في الوقت اللي احنا بقى بنضرب فيه المكونات اللي انا قلت عليها في الخلاط. وهسيب لكم المكونات والطريقة في صندوق الوصف. وبألف هنا يا حبايبي على قلوبكم. دي طريقة سهلة للجاتو شاتو ومش مكلفة خالص. انا ببتدي كده هحط بقى مقدار من الخليط اللي انا ضربته في الخلاط. هنحط كده كوباية زي ما انتوا شايفين. دي هشيلها في التلاجة، هزين بيها الجاتو شاتو بعد ما يخرج من الفرن. انا ببتدي كده احط في نفس المج اللي انا عايرت بيه المكونات ده، احطه واشيله في التلاجة لحد بقى ما اعمل الكيكة بتاعتنا القمر اللي احنا هنعمل بيها الجاتو شاتو زي ما انتوا شايفين. دي طريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وهتعجب اولادك، وهتعمل لهم جاتو في البيت بمكونات سهلة بقى وبسيطة، من غير بقى كريمة ولا تعقيدات ولا الكلام ده كله. مش مكلفة جدا، هي ب4 بيضات، وكوباية ونص سكر، وكوباية ونص دقيق، وكوباية لبن، و3/4 كوباية زيت، وفانيليا وبيكنج باودر. هنا بقى يا جماعة دي بقية المكونات. هحط بقى عليها البيض والفانيليا بتاعتنا، وهنضربهم بقى في الخلاط.
حطينا بقى الاربع بيضات بتوعنا بدرجة حرارة الغرفة، واللبن برضو بدرجة حرارة الغرفة، والدقيق. ابتديت بقى احط كده باكو الفانيليا وهضربهم تاني في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. انا بحب يا جماعة بجد اقدم لكم وصفات تكون موفرة وسهلة وتقدري تعمليها في البيت بقى. احنا الجاتو شاتو بتاعنا بنعمله في الخلاط بقى بدون بقى عجان ولا تعقيدات ولا الكلام ده كله، عشان لو ما عندكيش عجان او مضرب بيض، بطريقة سهلة وبسيطة. بعمل لكم الجاتو شاتو في البيت، تفرحي بقى بيه اولادك وجوزك، تقدميه بقى لضيوفك مع كوباية نسكافيه مع شاي مع قهوة زي ما انتوا بقى عايزين. هبتدي بقى اضرب كل المكونات دي يا جماعة في الخلاط. هنبتدي بقى نضرب كل المكونات دي مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. يبقى حطينا بعد كده على بقية المكونات 4 بيضات وفانيليا، وهنبتدي بقى نضربهم زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كل المكونات تتمازج مع بعضها زي ما انتوا شايفين في الخلاط بنفس كده الطريقة. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة شهر رجب، أعاد الله عليكم بالخير والبركة، وتستقبلوا إن شاء الله شهر رمضان بكل خير وبكل بركة. ويا رب كده أتمنى إن أنا أكون خفيفة على قلوبكم، والله بعمل لكم وصفات يعني سهلة وبسيطة تفيدكم، وفي نفس الوقت حاجات اقتصادية في البيت وموفرة بدون بقى تعقيدات ولا حاجات إن احنا نقعد بقى نتعقد نفسينا. هنا بقى يا جماعة الدقيق بتاعنا أنا خلته كده كذا مرة عشان الكيكة بتاعتنا تبقى نافشة كده وحلوة، وحطيت معاها البيكنج باودر وهقلبه، وابتدي بقى احط عليه بقية المكونات بتاعتنا. بعد ما حطيت بقى البيكنج باودر هقلبها كده تقليبة بالمضرب بتاعنا، وبعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعنا ويكون معايا صينية. هجيب بقى صينية مستطيلة وسط هتشوفوها دلوقتي، اكون مبدراها بالزيت والدقيق. هنا بقى حطيت كل المكونات بقى اللي احنا ضربناها في الخلاط بعد ما خدنا كوباية من الخليط بتاعنا ده يا جماعة. جناش اقتصادي ممكن نستخدمه بعد كده في التورت في الكيكات العادية زي ما احنا عايزين بقى. ده بيبقى جناش كده اقتصادي من غير بقى شوكولاتات ولا حاجات غالية ولا مكلفة، نقدر نعملها بقى على التورت على الجاتوهات العادية برضو زي ما انتوا شايفين كده. انا ببتدي بقى اخد كل المكونات اللي في الخلاط. الاسباتولا دي جميلة جدا جدا، حاجة كده يا جماعة نينجا بتاخد اي بقى، لو انت بتعملي كيكات بتعملي اي حاجة او بتعملي بيها للكيكات والحاجات دي، بتنزل لك كل الخليط في الطبق بتاعنا. وهنا بنبتدي بقى ندمج الدقيق مع المكونات اللي احنا ضربناها في الخلاط لحد ما الدقيق بتاعنا يختفي خالص زي ما انتوا شايفين كده. نفضل نضرب فيها لحد ما الدقيق بتاعنا يختفي، وبنكون بقى في الوقت ده الفرن بيسخن معانا على درجة حرارة 180. صينية الكيكة دي يا جماعة ما بتاخدش وقت في الفرن، بس ما نفتحش عليها قبل نص ساعة، وبنختبرها كده بالخلة بتاعتنا. لو لقينا الخلة طالعة نضيفة يبقى خلاص الكيكة بتاعتنا كده استوت. نبتدي نحطها نطلعها بس شوية كده صغيرين من الفرن، ما نطلعهاش على طول على الرخامة عشان الكيكة ما تهبطش مننا، لا احنا بنسيبها كده بنطلع حتة كده من الفرن بتاعنا من الصاج ونسيبها تبرد شوية، وبعدين بقى نطلعها من الفرن وتهدى معانا. ما نشتغلش فيها على طول يا حبايبي عشان الشوكولاتة بتاعتنا ما تسحش والكيكة ما تتفرولش مننا. دي الصينية المستطيلة، صينية كده وسط، انا دهنها بالدقيق والزيت وهبتدي بقى احط كل الخليط بتاعنا والمكونات زي ما انتوا شايفين. ده كده القوام اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي ادمجهم مع بعض، وبعد كده هبتدي بقى احط الكيكة بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها الجاتو شاتو. ده جاتو شاتو اقتصادي مفهوش بقى تعقيدات ولا مكونات كتيرة ولا اي حاجة. ببتدي بقى ان انا انزل الخليط في الصينية بتاعتي والفرن مشغلاه على درجة حرارة 180. انت برضو بتشوفي برضو فرنك وتظبطي الحرارة بتاعته، لو ما عندكيش درجات او حاجة بتظبطي حرارة الفرن بتاعتك لحد ما الكيكة بتاعتنا بنحطها بقى في الفرن وتستوي معانا.
هنا بقى انا كنت بحط كده الكيكة وبفضي كل الخليط بتاعنا من الطبق، بحيث ان ايه ما خليش اي حاجة في الطبق خالص. بنفضي كده كل المكونات زي ما انتوا شايفين. وبألف هنا وشفا يا جماعة على قلوبكم. وبحب أشكر كل متابعيني بجد من كل قلبي، وربنا إن شاء الله يا جماعة يزيدكم بركة وخير، ويملأ قلوبكم بالفرح والسلام، ويبعد عننا أي شر يا رب. وكلنا مع بعض إن شاء الله. كده بقى الكيكة أنا حطيتها في الصينية، وبهبدها كام هبدة كده علشان نخرج بقى منها الهواء وكده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبتدي بقى أحطها في الفرن. انا عندي الكيكه دي يا جماعه، دي كيكه جناش الشوكولاته. الكيكه دي اقتصاديه، ما فيهاش اي بقى حاجات ولا تعقيدات. هبتدي بقى احطها في الفرن وارجع لكم تاني. دي الكيكه بقى بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها الجاتو شاتو. بصوا عاليه ازاي وجميله. ببتدي كده اخرجها من الجناب بالسكينه كده بتاعتنا. انا سبتها طبعا تهدى شويه، لان لو عملتها وهي سخنه هتتفرول معانا، والجناش اللي احنا هنحطه هيسيح من على الكيكة زي ما انتوا شايفين. لكن بنسيبها تهدى شوية على الرخامة لحد ما تبرد كده وتهدى. بنبتدي نقطعها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنقطع الكيكة بتاعتنا بالطريقة دي كده. ونبتدي بعد كده نجيب بقى الكوباية اللي احنا ركناها على جنب، اللي هي فيها جناش الشوكولاتة. ده جناش اقتصادي يا جماعة، نقدر بعد كده ممكن نعمل بيه بقى تورت، جاتوهات، اي حاجة تانية. ده جناش كده بسيط واقتصادي، يعني مش شرط نعمله مع الجاتو شاتو. بدل بقى ما نروح نجيب شوكولاتة مكلفة، والحاجات يا جماعة بقت غالية جدا جدا. احنا بنجيب ب10 جنيه كاكاو ولا حاجة. انا عارفة ان الحاجات يعني بقت الاسعار مرتفعة وغالية جدا، فاحنا ايه بيدينا حبة صغيرين فبنجيب بقى ب10 جنيه وكده. لو انت عايزة بقى وبتعملي على طول لأولادك ممكن تزودي بقى وتخليه عندك في البيت. انا بجيب يعني شوية حلوين كده وبخليهم عندي في البيت، بحيث ان انا ايه كل شوية بيحبوا ايه ان انا اعمل لهم كيكة الشوكولاتة، الجاتو شاتو، الحاجات دي. وكمان صحية لأولادك في البيت، بدل ما تشتري لهم بقى الحاجات المعلبة والمصنعة. لا انت كده عملت لهم جاتو في البيت اقتصادي. علشان الأسعار بقت يا جماعة غالية جدا. قطعة الجاتو دلوقتي بقت أسعار غالية جدا جدا. فاحنا بنعمل حاجة اقتصادية في البيت وبتفرحي كده بيها أولادك. فأنا ببتدي كده أفرد الجناش الشوكولاتة على الكيكة اللي احنا عملناها، وهتقدمي لأولادك أحلى جاتو وتفرحيهم كده. أنا ببتدي إن أنا اخرج كده الجناب، على اساس ان ايه الكيكه بتاعتنا قطعناها قبل ما نحط الشوكولاته. ليه بقى؟ علشان لما نيجي نحط عليها الشوكولاته نلاقي الشوكولاته ساحت كده ونزلت في الجناب وفي اعماق الكيكه، فبتدينا طعم كده جميل، وبتكون اتشربت في الكيكه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي ان انا اعملها كده وافرخها، بحيث ان ايه الشوكولاته بتاعتنا بقى الجناش اللي احنا عملناه يدخل في قلب كده الجاتو بتاعنا، ويبقى مليان كده ويبقى على الوش جميل جدا. بنبتدي كده نقطع الجاتو بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وبكده يا جماعه قدمتي لولادك حاجه صحيه في البيت ومش مكلفه ولا غاليه. بكوبايه ونص دقيق عملتي جاتو لاولادك، وعملت صينية كبيرة بتطلع لك قطع كتيرة، وفي نفس الوقت عملت لهم حاجة صحية في البيت. بصوا بقى الكيكة وجمالها بعد ما حطينا بقى عليها الشوكولاتة. فيه بقى خطوة اختياري، كان عندي كده حتة شوكولاتة خام، هبتدي ان انا اجيبها وابشرها. لو ما عندكيش الخطوة دي اختياري، مش شرط ان احنا نعملها يعني. فانا كان عندي كده شوكولاتة متبقية من الكيكات اللي انا بعملها والتورت والحاجات دي. فانا قلت بقى ايه احط كده على وش الجاتو بتاعنا. اجيب المبشرة كده واحط على وش الجاتو بتاعنا حتة كده شوكولاتة، بتدي طعم كده حلو للجاتو، وبتدي له تطعيمة كده حلوة. لو ما عندكيش مفيش مشكلة خالص، الخطوة دي كده اختياري.
مش لازم يعني نعملها، هي كده كده طعمها جميل جدا، وبيبقى اقتصادي في البيت، وعملتي حاجة وفرحتي بها أولادك وجوزك، بدل بقى الأسعار الغالية اللي احنا بنسمعها والكلام ده كله. شايفين يا جماعة جمال الصينية؟ هبتدي بقى أقطع معاكم وأوريكم قد إيه هي مرتفعة وهشة وطرية وجميلة. وبكده عملت لولادك جاتوه في البيت وفرحتيهم وبسطتيهم في أي بقى وقت، أي مناسبة، أو انتي في البيت قاعدة وولادك طلبوا منك كيكة ولا حاجة ولا جاتوه، فبتعملي لهم الجاتوه ده اقتصادي وموفر. بصوا بقى يا جماعة جمال الجاتوه بتاعنا وحلاوته. بصوا بقى الشوكولاتة اللي احنا عملناها الاقتصادية، الجناش الاقتصادي، بصوا جميلة ازاي وهشة وطرية، وهتعجب اولادك وطعمها جميل جدا جدا. وكده عملت لهم جاتوه في البيت اقتصادي وجميل زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسوش بقى يا جماعة تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي.